عمل لها العيد ميلاد وقال لها تعالي هخرجك خروجة مهمة جدا، أهم خروجة في حياتك. ولما سألته هتخرجني فين قال لها هخرجك من حياتي. ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي حديث السوشيال ميديا بعد انتشار خبر انفصالهم، واللي اتنبأت بيه عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف، واللي الكل وقتها كدبها وقال ليلى بتقول اي كلام، لكن الواضح انه ما كانش اي كلام. وفعلا بعد اسبوعين بس من التنبؤات تم الانفصال بشكل مفاجئ للكل، ده يكاد يكون مفاجئ لياسمين نفسها اللي احتفلت امس الاثنين مع احمد العوضي بعيد ميلادها. بس واضح ان النية كانت مبيتة، وان العوضي اصر يخليها تفضل فاكراه طول الوقت. ما هو اصل مفيش حد هينسى عيد ميلاده، وخصوصا بقى لما يرتبط بذكرى سودة زي دي. احمد العوضي تحول في ثواني من الشاب القدوة للشباب، وفتى احلام البنات اللي بيتمنوا يتجوزوا راجل زيه، بالغدار اللي كسر قلب ياسمين يوم عيد ميلادها بالاخص. وما استناش شوية على تنبؤات ليلى عبد اللطيف وشمت فيها كل الأعادي. في الحقيقة ياسمين ملهاش حظ في الجواز خالص. جوزها الأول اللي اتجوزها وهي لسه عيلة بنت 18 سنة بتنط من الإعلان ده للإعلان ده، وبنوتة مفعمة بكل الحيوية غدر بيها وسابها بعد 10 سنين طويلة. وبعد ما ياسمين اعتبرته الزوج والأب والأخ الكبير، يعني من الآخر فتحت عينيها في لحظة كده ما لقيتش ليها لا ظهر ولا سند. كل ده في يوم وليلة، لا ده كمان اتجوز زميلتها اللي أصغر منها وجاب منها طفل من شهور بس، وساب ياسمين لوحدها لحد ما قابلت أحمد العوضي. وكلنا قلنا ده عوضها بعد الألم اللي عاشته مع جوزها الأولاني وكسرت خاطرها بعد 10 السنين، لكن للأسف العوضي ما طلعش عوض وطلعها في يوم عمرها ما هتنساه. ده يمكن تبطل تحتفل بعيد ميلادها من تاني. مش كفاية اللي عاشته في الجوازة الأولى، تيجي انت يا عوضي تكمل عليها؟